محمد، التحقت بحلقات القرآن وأصبحت تحفظ القرآن وترتل وتعيش مع القرآن. محمد، كيف وجدت الحياة مع القرآن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. حياكم الله جميعا مشاهدينا الكرام في كل مكان في برنامج كنوز الدار. نحن في هذا البرنامج نحاول أن نشجع الطلاب على تقديم وإتقان محفوظهم ومعلومهم الذي تعلموه في حياتهم العلمية. والهدف من هذا البرنامج أيها الإخوة التعزيز والتحفيز. التعزيز لهؤلاء الطلاب وهؤلاء الكنوز بأن يستمروا ويواصلوا على ما هم فيه من الخير، والتحفيز لإخوانهم الآخرين الذين لربما حرموا من هذا الخير، لعلهم يتحفزون ويتشجعون على الإقبال على هذا الخير. ومعي اليوم كنز من كنوز القرآن. تعرف عليك. محمد الزعبلي أحمد صالح من مأرب. إذن معي محمد الزعبلي. محمد الزعبلي، وفقك الله ونفع بك الإسلام والمسلمين. أنت من كنوز القرآن ومن طلاب برنامج الماهر في القرآن الكريم. متى التحقت بحلقات التحفيظ وحلق القرآن وحلق الذكر؟ متى التحقت بهذه الحلقات الطيبة المباركة؟ يمكن قبل 4 أشهر أو حواليها. قبل 4 أشهر التحق محمد في بهذه الحلقات الطيبة المباركة. محمد، أنا ما راح أسألك كم حفظت من القرآن وكذا، لكن ما هو الدافع الذي جعلك تلتحق بحلقات القرآن؟ هل هنالك دافع نفسي أم في أحد شجعك أم ماذا؟ ما هو الدافع الذي جعلك تلتحق بحلقات القرآن؟ والله الدافع كان عندي دافع نفسي من قبل أي نعم. والوالد حفظها الله مع تشجيع الوالد وهكذا ما شاء الله. بفضل الله التحقت جميل. إذن فضل الله أول، ثم دافع نفسي عند محمد جعله يلتحق بهذه الحلقات الطيبة المباركة، وكذلك تشجيع الوالد. وهذه رسالة إلى كل أب أن يشجع ولده على الالتحاق بحلقات القرآن وعلى حفظ القرآن، ففي هذا نفع لهم وفائدة لهم في الدنيا والآخرة. محمد، التحقت بحلقات القرآن وأصبحت تحفظ القرآن وترتل وتعيش مع القرآن. محمد، كيف وجدت الحياة مع القرآن؟ والله هذا سؤال ما شاء الله. الحياة مع القرآن ما شاء الله وجدنا السعادة ووجدنا الراحة والطمأنينة والبركة في المعيشة سبحان الله. هذا القرآن الكريم شيء عظيم. جميل ما شاء الله. إذن وجدت السعادة والراحة مع القرآن. الحين محمد في شباب مثلك هم محرومين من هذا الخير وهذه السعادة. لربما لا يحفظون القرآن، لربما بعضهم لا يرتل القرآن، لربما بعضهم بعيد عن القرآن، لا يعيش مع القرآن، فيعيش في هم وغم وحزن وضيق وكدر. ما هي النصيحة التي يمكن يقدمها محمد لإخوانه الشباب؟ والله ننصحهم أن يبادروا ويتحركوا إلى المراكز العلم وإلى القرآن الكريم. جميل. والله فيه السعادة والراحة في الدنيا والآخرة. سبحان الله، ما شاء الله. نصيحة طيبة من محمد إلى إخوانه الشباب، ونتمنى أن تكون هذه النصيحة من القلب وتصل إلى قلوب إخواننا الشباب. طيب محمد، الحين الجمهور والإخوة المشاهدون وأنا أيضا أنتظر منك مشاركة في القرآن. نريد أن نسمع
شيئا من القرآن بصوت محمد الزعبلي، ممكن هذا؟ يبشر إن شاء الله. يعطيك العافية. طيب محمد الحين أيها الإخوة راح يسمعني وراح يسمعكم ما تيسر من القرآن، ونسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناته. تفضل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون، فضلا من الله ونعمة، والله عليم حكيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. ما شاء الله محمد، تلاوة طيبة وصوت جميل. نسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناتك، وأن يرفع قدرك ووالديك في الدنيا والآخرة. سبحان الله أيها الإخوة، الحياة مع القرآن والعيش مع القرآن جميل جدا. الإنسان حينما يعيش مع القرآن يجد انشراحا في صدره واطمئنانا في قلبه وسعادة ربما يفتقدها الكثير.